مقارن بجامعة الأزهر. أهلا بيك فضيلة الشيخ، معلش قطلنا عليك بس كنا عايزين حضرتك تستمع معنا أيضا للحوار في وجود سيادة النائبة نشوى الديب وسيادة النائبة سلاف درويش. أهلا بحضرتك مرة تانية، وكنت عايز أسأل حضرتك يمكن فكرة المقترح لهذا القانون إنه في حال لجأ الزوج للزيجة الثانية بدون إخبار الزوجة الأولانية فإنه قد يتعرض لعقوبة تصل للحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20,000 ولا تزيد عن 50,000، وكمان من حق الزوجة إن هي تطلب الطلاق. إيه رأي حضرتك من وجهة نظر شرعية في القانون ده حال ما تم تطبيقه أو التصويت عليه بنعم يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحياتي للأستاذ حسام أهلا وسهلا والضيوف الكرام ولهم كل التوقير والتقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله القائل: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، فبدأ ذي بدء مما تقرر ديانة وقضاء: لا عقوبة بدون جريمة. والقاعدة الثانية: لا عقوبة على من استخدم حقه المشروع. فبتطبيق هاتين القاعدتين الفقهيتين ديانة في التشريع الإسلامي وقضاء في التشريع المدني المصري، فالمسودة المقترحة بمعاقبة الزوج إذا لم يخبر زوجته الأولى بزواجه من ثانية، سواء كانت العقوبة سالبة للحرية بالحبس أو كانت عقوبة مالية، هذا مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا. الحبس والغرامة الاثنين مع أي عقوبة، وطبعا هذا سيحكم عليه بعدم الدستورية، وسهل جدا لأن مما نص عليه الدستور الساري الحالي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. جميل، بس الموضوع يتوقف فضيلتك على فهمنا لهذا التشريع، يعني في هذه بص لسيادتك حاجة. منذ سبعينيات القرن الماضي والتقنينات للأحوال الشخصية التي يراد بها فقه الأسرة وأحكام ما بعد الموت من الوصايا والمواريث أفسدت الأسرة المصرية ولم تنصفها. لماذا؟ يعني حضرتك قضايا الرؤية، قضايا الحضانة، قضايا النفقة، كلها ابتعدت كثيرا عن نقاء وبساطة وعدالة الشريعة الإسلامية. فلا تلوموا الشرع ولكن لوموا أنفسكم. لا طب معلش، طب واحدة فضيلتك اسمح لي. نعم. معلش أنا آسف وأرجو أن نتسع صدرك. طيب في حالة زي تعدد الزوجات يعني وسجن الزوج أو فرض الغرامة، ليه حضرتك بتعد ده خروج على الشريعة؟ لأن طيب هقول لحضرتك بس الزوج لم يرتكب جريمة. إيه؟ الزوج لم يرتكب جريمة من منظور الشريعة الإسلامية. لا ولكن الزوج بص أقول لك حاجة. أنا مش عارف يعني النغمة عندنا بالنسبة للشعب المصري الحبس، الإرهاب، يعني إيذاء الناس، إضرارهم. ليه ما نستخدمش أسلحة الرحمة والتفاهم والود؟ حتى في المرور الحبس، مش عارف لو ما ابتداش إيه الحبس، النفع هو كله حبس. ما تسجنوا الشعب المصري وتريحوا نفسهم. لا يا دكتور بس اسمح لي معلش. لا دكتور معلش اسمح لي، لو احنا يعني وكله حبس. ما هو نقاش ودي، ما هو احنا ده جه منين؟ مخالفات المرور حبس، مخالفات الاحوال الشخصيه اللي المفروض كان يفعله الازهر، لان الازهر الاحوال الشخصيه جزء من التشريع الاسلامي. من الذي يعد مشروعا او مسوده تعرض على المجلس التشريعي الموقر النيابي؟ الازهر الشريف وحده.
لان ده نص دستوري في طب ما يقول رايه يا فندم، لكن هو لكن لا مش مصدر يعني تشريع. معلش الازهر الشريف طبعا له مطلق مش الحريه جهه انه تشريع. يقول رايه، دستوري. لكن من حق جميع مؤسسات المجتمع ان هي تقترح. استاذ حسام، ايوه معاك يا فندم، ده جزء من التشريع الاسلامي. هو النهارده تقدر في الاحوال الشخصيه لغير المسلمين زي اهل الكتاب من اخواتنا المسيحيين انك تعمل تقنين بدون ان يعرض على الكنيسه والكنيسه تعرضه على المجمع المقدس؟ جميل. ما هو ما حدش قال ان هو لماذا الاسلام اللي مستهدف؟ طب اسالك، لا تقيم وزنا للازهر الذي ينص لا ما حدش قال كده. لا اسمعني للاخر. ما بسمعك يا دكتور حضرتك. طب اتفضل. الدستور المصري اللي توافق عليه الشعب ويحميه ولي الامر ينص في الماده 7 على ان الازهر الشريف وحده المسؤول عن الشؤون الاسلاميه. الاحوال الشخصيه ده شان اسلامي، شان اسلامي لابد ان يخرج من ايدي العلماء، انما ما يخرجش في انشائيات او ارضاء للغرب او تقليدا للغرب. كل ده مخالفه للتشريع الاسلامي جمله وتفصيلا، وسيطعن عليه بعدم الدستوريه. معلش يا فندم، ما علاقه الموضوع بالغرب؟ ما حدش جاب سيره الغرب هنا في حاجه. ما لا في لعب من السبعينات الى الان. الحفاظ على اسره. معلش المرأة هي المظلوميه، في مظلوميه كأن المرأة هي المظلوميه. على فكره كل طريقه قياسه تدفع المجتمع الى الزواج السري او الكتمان او عدم الزواج بالمرأة. طب هذا اللي ناظره قريب. جميل. حضرتك خلصت كلامك؟ اتفضل يا سيدي. شكرا فضيلتك. ومعلش انا قلت لك ارجو انه يتسع صدرك يعني، ودينا بنتناقش. هو الاسلام ملطشه؟ لا الاسلام مش ملطشه. لا يا فندم، لا يجوز الكلام ده يتقال في برنامج مصري اساسي في هذا القانون. معلش فضيله الدكتور معلش واحده هل زواج يعني بشكل عام، هل الشرع نص انه من حق الزوج انه يتجوز 2 و3 و4 من غير ما يقول الزوجه الاولانيه؟ مش في شروط للزواج الثاني منها اعلام الزوجه؟ مش ده شرع بيقول كده؟ مش الشرع بيقول كده؟ يا اخي اسمعني، لا يوجد نص لا في القران ولا في السنه يلزم، لكن قال الفقه الحنبلي اذا اشترطت المراه عند انشاء عقد الزواج الا يتزوج عليها يعمل به، اسمه الشروط المقترنه بالعقد. لكن اذا لم تشترط يبقى بقى الامر على الاباحه. طب ما قول حضرتك لو انا دلوقتي زوجه وبقالي 20 سنه وفجاه اكتشفت ان الزوج الثاني متجوز واحده ثانيه ومفيش ما يمنع، مفيش، معلش اسمعني بقى، مفيش سبب قهري خلى الزوج الثاني يروح يتجوز وزي ما بيحصل في المجتمع. الاسلام لم يعطي التعدد الاسباب القهريه، في هنا عندنا مطلق وفي عام. طب ليه قالوا لن تعدلوا؟ ولا تستدركون على رسول الله كأنكم تتهمون سيدنا علي رضي الله عنه الرسول عليه الصلاه والسلام حينما طلب ان يتزوج على السيده فاطمه. تفسير حضرتك لفكره ولن تعدلوا، ما هو ما قال لك لن تعدلوا، يعني ده مش هيحصل. بس ده مش معناه الحظ. مش معناه القانون مش هيحصل على فكره. النبي الله يخليك. طيب اسمح لنا نشارك سياده النائبات. الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا حينما سيدنا علي رضي الله عنه أراد الزواج على السيدة فاطمة رضي الله عنها، والرسول أعلمه رفض وقال له سوف. لا هقول لك رفض يعني حضرتك يعني المبدأ يا فندم. بس اسمعني يا مولانا، خليها بس تكمل نقطتها فضيلتك. مولانا لا تخلطوا الاوراق مولانا ادام الله عمرك. يا مولانا انا عايز اوضح لك رؤيه مولانا بس لو تسمح لسياده النائبه سلاف عمرنا لن نطلب بمخالفه الشرع. الزواج المتزوج 4 ما فيش اي مشاكل، بس كل اللي بنطلبه حفاظا يا فندم. احنا ما عملناش حاجه، هو اللي يعرض اساسا على البرلمان. احنا لسه حضرتك ده مشروع زي ما حضرتك قلت، ده مش المشروع. وحضرتك الازهر الشريف اساس في هذا المشروع هيبقى قاعد ومستمع. حضرتك لا تسمع، ما بتسمعناش. العادل المصري طيب من سيطعن عليه. طيب جميل. أما بالنسبة قصة سيدنا علي، أراد الرسول أن يحفظ النسل الهاشمي القرشي في سلالة السيدة فاطمة وسيدنا علي. هذه واقعة خاصة وليست واقعة عامة ولا مطلقة.
افهموا النصوص. طب حلو قوي، انا فاهمه كده، انت طيب، صح انت معلش. صح. بس علي سيد. رضي الله عنه أيوه. طلب واستأذن أدبيا وأدبا منه وخلق الإسلام فيه، استأذن من ولي أمرها أن يتزوج عليه. هو ده المبدأ. لكن أيوه حضرتك في تفسيرك النهائي سليم. طلب من ولي أمرها حتى حفاظا على مشاعرها. على العترة. الرسول أراد أن يحافظ على النسل الهاشمي، والعترة لا تكون إلا من الإمام علي ومن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن أنا بسأل في السؤال. طيب. السؤال طيب فضيلة الدكتور معلش اسمح لي. دلوقتي أنا زوج، رحت تزوجت على مراتي، حلو الكلام، وما أخبرتهاش. ذنب ايه ذنب الزوجه الاولانيه؟ ما هو ده برضه مش ده كذب وتلبيس. اعملوا توعيه للمجتمع يا اخي. ايه يا اخي انتوا ما تعملوش توعيه للمجتمع وجايين عايزين الشريعه تخضع لاهواء الناس. المجتمع بنظامه يخضع للشريعه وليست الشريعه التي تخضع لاهواء الناس. طبعا إيه ما حدش قال كده يا فندم. معلش اسمحي لي معلش. لا فضيله الدكتور، فضيله الدكتور ما حدش جه على الشريعه الاسلاميه وما حدش عايز ينتمي لشريعه غربيه، واحنا هنا في اطار نقاش ودي. ارجو انه يكون النقاش بهدوء ونستمع لبعض بما يليق ايضا. اخوتنا المسيحيون يفعل بهم ذلك. لا الله. لا ايه دخل اخواننا المسيحيين؟ فضيلة الدكتور انا سألتك سؤال وحضرتك ما جاوبتش عليه. على الكنيسة وعلى المجمع المقدس عندهم. طيب فضيلة الدكتور حضرتك خدت الحوار في سكة تانية، مش ده موضوعنا. فضيلة الدكتور معلش قداسة البابا تدرس. لا فضيلة الدكتور قداسة البابا الأحوال الشخصية للمسيحيين أن تعقد بدون أن تعرض على الكنيسة ولا على المجمع المقدس. هو قال انها مش معلش فضيلتك لا بعد اذن حضرتك معلش بس ثانية واحدة عشان ننظم الحوار واسمح لنا. طيب أنا دلوقتي إيه؟ أنا كزوج إمتى أتجوز مرة تانية؟ لا جاوب على السؤال. أنا ما يخص المسيحيين جاوبنا عليه. يا فندم ما في حوار مجتمعي ما هو اكيد هيعرض على النقاش الازهر والكنيسه طبعا حدش قال في اللجنه، بس ما يعرض على البرلمان اساسا ده لازم هيبقى موجود. عن الكنيسه ولا تخرج عن المجمع المقدس. احنا بنناقش الفكره مش بنناقش لا تعرضوه على الازهر ولا على الشريعه الاسلاميه. هو حضرتك لا دكتور احمد مستبعد ليه الازهر من المشروع يا فندم؟ بالظبط، هو محدش استبعد حد. حضرتك ليه مستبعد ده؟ ومين قال لك انه تم استبعاده؟ يا فندم حضرتك اولا هذا المشروع القانوني اللي كتبت عنه الصحف لم يعرض علينا احنا اصلا في المجلس، ولم يعرض على الازهر، يا فندم حينما يعرض احنا بنستشير الازهر استشاره. الازهر ليس جهه تشريع علشان يقدم الازهر هو الذي يصنع التقنين الفقه السليم وليست جهات اخرى غير الازهر، والا كنتم اعتديتم على الدستور المصري الساري. لا معلش يا فندم، ده فهم حضرتك انت للدستور وفهم حضرتك انت للشريعه، لكن في دايما ابواب رحمه مفتوحه وتطور المجتمع يخلينا نبص للامور بما يفيد المجتمع. طب اديني فرصه. لن نوافق على علمنه ما يخص الاسره المسلمه. انا بقول لك من الاخر. لا ما حدش جه جنب الاسره المسلمه. معلش اسمح لي يا فضيله الدكتور، احنا هنا مش باطل. انت تدافع عن باطل. انا مش بدافع عن حد، انا بعرض لحضرتك وجهه نظر وانت مش مديني فرصه. باطل انا بقولها لك في وجهك. لا تؤيد الباطل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ذلك ومن يعظم شعائر الله ده هي لغه الحوار وتطور الحوار الديني. الخطاب دكتور الديني احمد كريمه يبقى احنا ده يعني لغه انا الحوار كان اللي نقدر نفسي نتكلم فيها. دكتور احمد كريمه يعني اسمح لي، انا كان نفسي يكون الحوار هادئ اكتر من كده بدون اتهامات بالشرعيه. لا حضرتك لا يا فندم. اشترك في تمييع الدين، في الافتيات على الدين، في التطويح بالازهر. لا
يا فندم؟ مين اللي عمل وليس كده ده يا ما فندم؟ انتظره الحقيقه مين اللي من عمل طريقه كده؟ نقاش رجل دين. ليس هذا ما عندناش حاجه اسمها رجل دين، عندنا عالم دين. لا معلش يا فندم، هو رجال الدين بيتناقشوا كده على طول؟ امين على الدين يا فندم، في الرأي، في الرحمة في انك تسمعني، في نسمع الرأي والرأي لا الآخر. انا كنت اتمنى ان حضرتك تسمعني لانك ما بتجاوبش. غليظ القلب لانفضوا من حولك يا فندم. لازم تسمع الرأي والرأي الآخر، وحضرتك لقد انت حامل كتاب الله. لازم طيب خلاص بعد اذنك ست النائبه سلاف، ست النائبه نشوى، اخر سؤال لحضرتك وارجو يكون بهدوء. في حاله انا كزوج لجأت لزيجه تانية، الزوجه الاولانيه دي مش بموجب الاسلام والشريعه وقعت تحت خديعه، خاصه ان لم يكن هناك سبب قهري، ان زوجها مباح له ان يتزوج مثنى وثلاث ورباع في اي وقت. لا يعني ايه يعني مطلقه كده؟ لا طبعا يا فندم، لا الامور مش مطلقه، في تقييدات. الا اذا خرجت عن دين الاسلام ورفضت دين الاسلام. مين؟ ايه اللي يخرج عن دين الاسلام معلش؟ اذا خرجت، اذا الزوجه تعلم ان من اصول التشريع مثنى وثلاث ورباع في حاله الضروره القصوى. مفيش ضروره، لا تستدرك على الله، لا تستدرك على رسول الله. ليه؟ لا يعني انا اروح اتجوز 3 واقول ده حقي من غير ما اقول الزوجات؟ حقك كمسلم. طب وافرض ولا انت عدل، وافرض ما عرفتش اعدل؟ يا فندم التعدل القلب، يا ناس افهموا الامور صح. لا تخلطوا العورات، العدل القلبي. لكن الزوج اذا كان على صحته ويملك النفقه مباح له ومطلق. هتستدرك على الله كأنكم تتهمون التشريع بظلم المرأة، وهذا يهدد العقيدة الإسلامية. لا حضرتك اسمح لي، ده طرح مبالغ فيه جدا. احنا كنا بنطرح الموضوع كانه نقاش مجتمعي، ولو كل رجال الدين هيناقشوا مواضيع الاجتماعيه بهذا الشكل يبقى لا في تطور بقى ولا تطوير ديني ولا خطاب ديني جديد. حضرتك عمال تزعق من اول المكالمه، فين النقاش؟ اشكرك شكرا جزيلا. بشكرك يا دكتور احمد. شكرا جزيلا دكتور احمد كريمه، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. كنت اتمنى